أنا سميتي جميلة، بالرغم من أنه حتى شي حاجة في حياتي ما كتربطني بالجمال، لا طعم ولا جمال ولا هدف ولا حتى معنى. أنا لا شيء وسط حياتي، وديما كنت كنتسائل شنو كان الهدف من التسمية ديالي بهذا الاسم. سؤال اللي كنظن ما غاداش نلقى ليه جواب، داكشي علاش واقيلا استسلمت. فهاد الوجود كامل عبارة وحدة اللي كانت كتعطي لروحي اللي ماتت شحال هادي ولو بسيط من الأمل، ألا وهي وما خلقناكم عبثا. هاد العبارة كانت الشيء الوحيد اللي مخليني متشبت بهاد الحياة، رغم أنه الموت في حد ذاته كان كيتفاداني. ما عرفتش علاش الأجل ديالي كيبان ليا بعيد فحال هكذا. أنا مؤمنة وعارفة بأن الله هو المدبر، داكشي علاش ما غادي يكون هذا غير الامتحان ديالي في هاد الدنيا. وبالرغم من أنه قاسي، ولكن الحمد لله، حيت الحكمة ديالو ما كيعرفها غير هو. وما خلقناكم عبثا، صدق الله العظيم. ومع ذلك ما غاداش نكذب على راسي، حيت في بعض الأحيان كنشفق على راسي ملي كنشوف في عمري 166 سنة لحد الآن. نسيت أنه هذا العمر كبير بالنسبة لكم، ولكن ما تستغربوش من ذاك الرقم، حيت غادي تفهمون من بعد علاش في سياق القصة. مع أنني في عمر الزهور، إلا أنه الداخل ديالي عبارة عن مجرد عجوز كتسنى بفارغ الصبر إمتى غتحن على الحياة وتحطها في زاوية النسيان، زاوية الراحة الأبدية. عشت ما جاب لي الله اللي عشت، وشفت حوايج ما خاصش يتشافوا، وهادشي كامل في هاد العمر الصغير. ما بقيتش عرفت شكون أنا ولا شنو هو المصير ديالي. ما بقيتش عرفت أصلا واش أنا غادي في طريق الصواب، وأنا اتخذت هاد القرار بأنني نكتب هاد السطور ونخليكم تعرفوا شكون أنا، منين جيت وكي غيكون مصيري. أنا لا أنا من نار ولا أنا من طين، لا أنا من نور ولا حتى من ماء. أنا فقط مزيج من هذا وذاك. وغنقول لكم واحد الحاجة، كنظن أنه أفضل حاجة ممكن ديرها البنت في هذا العمر هو تكتب المذكرات ديالها، وهذه واحد الفكرة اللي زوينة. أما أول سطر في القصة ديالي فكان كالآتي: اسمي عبد الله، وفي عمري 33 سنة، أستاذ ديال اللغة العربية في المستوى الرابع ابتدائي، وأنا من مدينة المطاع في الكويت. في عام 2015 وقعت لي واحد الحاجة اللي ما لقيت لها حتى شي تفسير. أنا واحد الإنسان حدودي شوية، بمعنى هذاك اللي كتقولوا عليه داخل سوق راسو. جول التركيز ديالي كان غير على خدمتي والتلاميذ ديالي، وبطبيعة الحال الوالدين والإخوة ديالي الله يخليهم ليا. ما عنديش مع العلاقات الكثيرة بحال جميع الشباب ديال هاد الزمان. عندي صديق واحد فقط اللي سميتو سليمان. المهم كنت خدام على راسي ومزيان في صحتي، يعني ما خاصني حتى شي خير. وكأي واحد حدودي كان عندي روتين خاص بيا، والروتين ديالي ديال كل نهار كان بهذا الشكل. بالنهار كنمشي نقري في المدرسة، وملي كيسالي الدوام في العشية تنخرج أنا وصاحبي نديرو السبور. أما النوعية ديال السبور اللي كنا كنديرو فكانت الجري، ومن تما كنرجع للدار ندوش ونمشي أنا والصديق ديالي للمسجد. كنا كنصليو المغرب وكنبقاو فيه تما حتى لمورا العشاء، وديك الساعة عاد كنرجع للدار كنجلس مع والديا وخوتي نضحكو وندردشو شوية، راكم عارفين. ومن بعد ما كنتعشاو كندخل الغرفة ديالي نوجد الدروس اللي كنعطي للتلاميذ ديالي. وإلا بقى ليا شي وقت من بعدها كنشد الهاتف ديالي شويه، كندخل الفيسبوك نشوف اخر الاخبار شنو طاري في الدنيا وهادشي هذا. ومورها مباشره كنمشي الناس، صافي كنعس باش نفيق ثاني بكري. وهذا هو السيستم اللي غادي عليه يوميا، وبقيت غادي هكاك تقريبا حتى الماي في 2015. في هذيك الوقت كنت وليت كنحس بالارهاق، واحد الارهاق وواحد العياء شديد اللي ما عندوش مبرر. كنت بلا ما ندير حتى شي مجهود كنحس بالعياء، وتزاد عليا واحد الالم في راسي اللي كان كيضرني مره. كنت كنقول عادي هذاك غير مع الصداع ديال التلاميذ في القسم، وراكم عارفين حنا الاساتذه شنو كنعيشوا. بقى الصداع ملازمني، ومره كيجيني، حتى ولا كيجيني بشكل يومي. ومع ذلك ما تسوقتش. كنت مريض ولكن في نفس الوقت صابر، وكنقول غير صداع ديال الراس وغادي يفوت مع المده. واخا داكشي كامل اللي كنت كنحس به ما مشيتش عند الطبيب وهملت راسي. وصل بيا الامر اني فقدت التركيز وسط الحصص، وليت غير معصب. ما بقيتش كنمشي ندير الرياضه مع صاحبي سليمان مازال، حيت الالم في راسي ولاو على سبه. وليت كندخل للدار كنمشي ديريكت نحط راسي ثقيل على المخده، وكنت وليت كنحس براسي ثقيل عليا بزاف. وفي الاخير طلبت من اداره المؤسسه اجازه مرضيه باش يلاه نرتاح ليا شويه. كنت وليت مريض بزاف وما عنديش جهد ندير حتى شي حاجه. عيا فيا سليمان، وكان ديما كيقول لي يلا صاحبي نمشيو للطبيب.
ولكن انا كنهمل راسي وكنقول ليه غيفوتني هادشي يا صاحبي، ما تخافش راه عادي. حتى لواحد النهار دخلت ندوش كيف العاده وبديت كنغسل في راسي، حتى بديت كنتحسس واحد الحبوبه خارجه ليا في راسي وكضرني بزاف. غير كنحط عليها يدي كنبغي ننقز من بلاصتي. صراحه واحد الاحساس مؤلم بكل المقاييس. لبست حوايجي بالزربه ومشيت ديريكت عند الحلاق، قلت لي حسن ليا ولكن غير بشويه عليك الله يخليك، راه راسي غادي يطرطق. صلعت كاع داك النهار على قبل ديك الحبه، كنت باغي نشوفها كي دايره وما نكذبش عليكم كنت متخوف صراحه، حين ديك الحبه كانت كتعطيني الام مبرحه وكنظن هي اللي تسببت لي في هذا الصداع المزمن. بقى هذا الالم في راسي كيضرني يوميا لدرجه تحرمت من شي حاجه سميتها النعاس، وكنت كنحس بشي دقات في راسي فحال الا عندي شي حرب نايضه فيه. اش هاد العذاب يا ربي؟ واحد الثقل ماشي عادي في راسي، كان فحال الا تزاد فيه شي كيلوغرام كامل. فهاديك الفتره وليت غير سد عليا وجاني اكتئاب. اما ديك الحبه فكانت كل نهار كتزيد تكبر، حتى وليت مضطر اني نلبس كاسكيطه طوال الوقت باش غير نغطيها. كنت كندير هكا حيت ما بغيتش نخلع الوالدين ديالي وخوتي. مع راكم عارفين راه واخا هما كيشوفوني مريض وجالس من الخدمه ما قلتش ليهم مالي بالضبط. حتى من الصديق ديالي سليمان ما بقيتش كنجاوبو ووليت كنتفاداه. كنت غير ساد عليا وديما راسي على المخده، ما كنتش كنقدر نحرك راسي بزاف. حتى وصل بيا الامر انه في الصلاه ديالي كنت كنصليها وانا غير جالس، حيت ملي كنركع كيبغي راسي يطيح من بلاصتو من شده الالم. واحد النهار جاني سليمان حتى للدار وقال لي والو غادي نمشيو عند الطبيب. انا في الاول كنت متردد لكن سليمان اصر عليا. صافي هي هذيك، درنا النهار اللي غنمشيو فيه ومشينا مع ديك 9 ديال الصباح عند واحد الاختصاصي في امراض الراس والاعصاب. دخلنا للعياده ولقينا شي 5 ديال الناس كيتسناو النوبه ديالهم، وريحنا حتى حنا شدينا النوبه. من مورانا كانت دخلت واحد الشابه اللي كتبان في العشرينات من عمرها. من بعد ما لقات علينا السلام جلست قبالتنا. صراحه واخا انا مريض كانت هذه اول مره تلفت شي وحده انتباه ديالي. اللي كلفتني فيها هو الشكل ديالها ولبسها. كانت البشره ديالها بيضه بزاف لواحد الدرجه اللي ممكن نقول انها مبالغ فيها واقيلا، وكانت لابسه كامله اسود في اسود. كانت مجرد بنت عاديه مستوره من راسها لساسها بالعبايه الكحله اللي لابساها، وباقي ناقل على عينيها اللي كانوا كبار وكحلين. غير هو داك السواد ديالهم ما كانش طبيعي، ولا هكا كان كيتخيل ليا، حيت داك السواد كامل كان فيه واحد اللمعان شديد. كانوا كيعطوك احساس انهم واخا سواد في سواد ولكن الا شافوا فيك غادي يخليوك تنور بكثره اللمعان اللي فيهم. المهم انا ملي كنت كنشوف شكلها وداك اللون وداك العينين كانت كتبان ليا بحال شي ياقوته. على اي كنظن انه هذا هو الموضوع الوحيد اللي ملي كنبدا نهضر فيه نقدر ما نساليش. غير هو اللي كان حقيقه خلاني ننتبه بزاف لهاد السيده. هو واحد الاحساس ما عمرني حسيت به من قبل، حيت ملي شفتها اول حاجه تبادرت للذهن ديالي هي هاد السيده كنعرفها، وكان مجرد احساس قوي، حيت في الواقع انا ما عمرني ما شفتها. فاش كانت داخله علينا هاد البنت لاحظت في الجناب ديال عينيها اليمنيه واليسريه واحد الخالات في الكحل كانوا متواجدين في الجناب ديال عينيها بجوج وبين عينيها حتى هما. في الاول استغربت الامر وقلت لا محال واش يكون وشام هذاك، غتكون غير رسمه داكشي في وجهها، حيت شكون اللي باقي اصلا كيوشم بحال داكشي في هذا الوقت هادي. المهم هي كانت جالسه مقابله معايا مباشره، وإلا استغربتوا علاش لاحظت هادشي كامل وهي ما دارت حتى شي ردة فعل، فلانه انا كنت لابس كاسكيط ونظاظر ديال الشمس، يعني كنت كنقدر نشوف فيها بكامل حريتي واخد راحتي بلا ما تعيق بيا. الصراحه كانت كتبان متوتره وسندات راسها على الحيط اللي قبالتها وهي كتنفس بصعوبه، حتى فاجاتني ملي وقفات ونطقات وقالت للناس اللي جالسين تماك عافاكم كنترجاكم واش تقدروا تخليوني نسبق وندخل عند الطبيب، حيت انا كنحس براسي مهلوكه ومريضه بزاف. ما نكذبش عليكم راني ما قادراش نستحمل مازال هذا الصداع اللي شادني في راسي. وكيف ما كتعرفوا القضيه في الاستقبال عند الطباء كي تتكون كلشي جالس وشاد نوبته باش يدخل عند الدكتور، ومن دوك الناس اللي جالسين دوات واحد السيده وقاطعت ديك البنت قبل ما تكمل هضرتها، وقالت لها بواحد الصوت اللي مرتفع وحاد: لا اختي لا كل واحد يتسنى نوبته، راه كلنا جينا هنا حيت مرض وصابرين. هنا تكلمت ديك البنت وكان باين فيها انها كتألم، وقالت لها عافاكم راه كنحس بشي حاجه غطرطق ليا في راسي، وعاد انا جاي من بلاصه بعيده بزاف غير باش نشوف هاد الطبيب. بقات ديك البنت كترجى في الناس اللي كانوا سابقين، ولكن ملي شفت انه كلشي متجاهلها وحتى واحد ما بغى يتعاطف معها سكتات وتوجهت لبلاصه وهي محرجه. جلست في بلاصتها وكلشي كان كيشوف فيها واحد الشوفات اللي ناقصين. اما انا
كنت غير جالس وكنلاحظ شنو كيطرا فيه صمت، حتى نغزني سليمان وقال لي بواحد الصوت في ودني: ما جاتكش هاد البنت في شكل كتبان لي غريبه الاطوار؟ شفت فيه بديك الشوفه ديال هنينا وابتسمت لي واحد الابتسامه صفراء. راه صاحبي وانا حافظه، غير من النبره ديال صوتو كنت عارفو بغا يشد فيا، حيت غالبا لاحظ انه ديك الدريه اثارت الانتباه ديالي وهادو ما كانوش عوايدي، فحاول يدير فيا واحد الشوفه ديال الشك. وانا نقول ليه: وا سليمان يهديك الله صاحبي سكتنا وهنينا صاحبي. حتى سمعنا داك البنت كتنهد بصعوبه وغير كتلوح في دموعها بحال الشتا، شدات في راسها وهي كتأنم من الالم، وجبدات واحد القرعه من الصاك وهي كترعد، شربات منها وسندات تاني راسها على الحيط. كان هادشي كامل كيطرا وانا ما نزلت عيني عليها ولو ثانيه واحده. المشكل هادشي ماشي من عوايدي اصلا وما عرفتش كيفاش طرا ليا وجرى. كنت ساهي وانا كنشوف فيها وهي مغمضه عينيها الكبار ومسنده راسها على الحيط، حتى تفاجأت بالبنت خرج لها الدم من فمها ومن نيفها، وقبل ما ندير حتى شي ردة فعل بغات توقف وطاحت من يديها القرعه والصاك في الارض، وهي كتحاول تحذر باش تهزهم، وبحركه سريعه حطت يديها على فمها في محاوله منها باش تمنع الدم يطيح، ولا وقيله كانت خايفه تصفرغ في الارض. في ديك اللقطه بالذات ما قدرتش مازال نبقى جالس، نط من بلاصتي باش نقدم لها يد المساعده. اما الناس فبقاو غير كيشوفوا كيتعجبوا من داكشي اللي طرا ليها مسكينه. قلت لها: اجي اختي تسندي عليا نوصلك للحمام، يلا باش تغسلي وجهك. مشيت معاها ووقفت حداها تما حتى غسلت وجهها من الدم، وقالت لي: الصاك ديالي الله يخليك راه خليته طيح في الارض. قلت لها: كوني هانيه، راه صاحبي رد ليه البال. مسحات وجهها وهي مازال كتبكي. قلت لها: علاش انت بوحدك وفي هذه الحاله هذه؟ علاش ما جاش معاك شي واحد؟ قالت لي: انا راه ماشي بنت هنا وجالسه غير بوحدي في هذه المدينه كندوز واحد السطاج. قلت لها: واخا، ولكن شنو عندك ياك لاباس؟ قالت لي: ما عرفتش والله ما عرفت، راسي كيضرني بزاف. انا البارح بالليل بكيت بزاف حتى حسيت باللي طحت من نهيار اعصابي، وقيله هذاك هو السبب. قلت لها: نهيار اعصابي؟ قالت لي: غالبا. قلت لها: وقبل ما تطيحي مباشره واش حسيتي بحال شي مطارق في راسك؟ قالت لي: بصح حسيت بشعور قريب لداكشي. انا قلت لها: يلا جري دابا المستعجلات، واش كتسنى الله يحفظ يطرطق لك شي عرق في الراس؟ راه على حساب داك الدم اللي خرج مليك من نيفك وفمك وهادشي اللي عاودتي ليا راه هادي ماشي حاله عاديه. قالت لي: انا راه ما مخالطاش في هاد المدينه، بمعنى انها ما كتعرفش في المدينه فين تمشي وفين تجي. قلت لها: معليش انا نديك المستعجلات الا بغيتي. رفضات في الاول، ولكن بقيت معاها حتى طمأنتها وقنعتها. قلت لها: انا نوبتي مازال بعيده، غنحطك في المستعجلات ونرجع في حالي بالزربه. بقات كتشوف ومشات جابت صاكها عند الصديق ديالي ورجعت، ويلا كنت ناوي نخرج معاها حتى عيط لي سليمان وقال لي: السي فين غادي مخليني هنايا بوحدي بحال شي ديكور؟ واش انا اللي مريض ولا انت؟ غادي ومخليني بلا ما تقول حتى شي كلمه؟ ولا صافي تلفتي على القبله فين جات؟ صراحه نسيت واش كان معايا في ديك اللحظه، وقلت ليه: عافاك سكتنا راه حاله مستعجله داكشي علاش. وقلت ليه: عطيني الصور ديال الطوموبيله ديالك. جرني من يدي وقال لي: اجي ندوي معاك اجي. واش حماقيتي؟ فين غادي؟ واش نسيتي بلي حتى انت مريض؟ قلت لي: لا راه ما نسيتش، انا مازال نوبتي بعيده. ويلا غادي يبدا ياخذ ويدي معايا، وانا نقول ليه: سليمان صافي يا صاحبي بركه من الهضره الزايده، بقى هنا وشد لي بلاصتي حتى نرجع. شاف فيا وتما قال لي: اوكي زيد عبد الله جلس، انا غادي نديها وانت جلس لا تعطل على الموعد ديالك، راه قربت نوبتك. وبلا ما نحس قلت ليه: لا انا اللي غادي نديها. سليمان بقى غير كيشوف فيا، سكت وعطاني السوارت في يدي وما نطق حتى شي كلمه، ومشى جلس في بلاصتو مسكين. صافي قلت انا للبنت: يلا، وهي مسكينه غير شاده في راسها وكتبكي. خرجنا لبرا ديال العياده وحليت الطوموبيل وقلت لها: يلا طلعي. شفت فيا باستغراب وقالت لي: كيفاش طلعي؟ اسمح لي واش غير اجي وطلع؟ فين غنطلع انايا؟ رفضات نوصلها وقالت لي: علاه انا عارفه فين غديني؟ تصدمت، ولكن فكرت انه عندها الحق. قلت لها: الله يهديك طلعي، واش انا مسالي لشي حاجه اخرى؟ راه انا براسي مريض وجيت ندوز بحالي في حالك، لكن انا ملي شفتك وشفت الحاله ديالك هكاك خليت كلشي من ورايا وجيت دابا باش نديك عند الطبيب، وها انت رفضتي دابا. سكتات وقالت لي: لا الا بغيتي نثق فيك يلا نمشيو في طاكسي. ما لقيت ما نقول، وقلت لها: يلا لالا زيدي على راحتك خلينا نشدو طاكسي.
وجا واحد طاكسي وركبنا فيه وهي نيفها مازال كيقطر بالدم. قلت لمول الطاكسي فين يحطنا بالضبط. وصلنا حدا المستعجلات وغير دخلنا شافتها واحد الممرضه وجات بالزربه لجهتها، الله يجازيها بالخير. شدات لها في يديها وكانت غاده بها لداخل، وهما غاديين بجوج. البنت بقات كدور وكتشوف فيا وكتسد في هذوك العينين وكتحلهم ببطء، فحال الا كانت كتشكرني غير بعينيها. مشات وما قالت لي والو، حيت عادي راها كانت مريضه بزاف ودخلوها للطبيبه بسرعه. كنت بغيت نتسناها ولكن تفكرت بلي غيخصني نمشي قبل ما توصل النوبه ديالي في ديك العياده، وإلا تعطلت اجا ما يفكني مع سليمان، اصلا لسانو طويل، ودابا خليتو كيتسنى في بلاصي ويعلم الله بالحال ديالو. وهي هذيك، رجعت في حالاتي وشديت الرحال في حالي لعياده الطبيب ديالي.